هسه نشوف. هلا، وشلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. وبلشنا بداية عام دراسي جديد، إن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع يا رب، وكل اللي بالمراحل المنتهية إن شاء الله يا رب بالتفوق والمعدلات العالية، وإن شاء الله يفرحون أهلهم. يلا نبلش بالفيديو. بالبداية أخذتكم فرة وياي بخطار سنتر. كنت محتاجة كم شغلة للبيت، وهمينة جهزت ابني للمدرسة. أخذت له يعني شفت القرطاسية مسوين عليها خصم 50%، فرحت وأخذت خليته هو يختار الشغلات اللي هو يحبها. دائما خلوا أطفالكم هم يختارون الشغلات اللي يردوها حتى شخصيتهم تقوى ويكونون أصحاب رأي. فنرجع لموضوعنا. هنا أني أخذت له يعني شغلات اللي محتاجها، يعني ما كثرت له هواي شغلات. أكثر شيء أخذت الدفاتر، لأنه هو هواي يستهلك دفاتر، يعني قبل نص السنة يكون الدفتر كله رايح وتعبان، فلازم أبدل الهيا. فأخذت له دفاتر، يعني كل مادة أخذت له 2، يعني دفترين لكل مادة. تمام. وهمينة جهزتهم وكتبت له الاسم وهاي الأمور كلها جهزتها. وهمينة سويت له شوية يعني رسومات بداية الدفتر، بداية كل دفتر، هم إن شاء الله موجودات بهذا الفيديو إن شاء الله، حتى أحفزكم إنه ترتبون دفاتر أطفالكم. والمدرسات همينة يحبن هاي الشغلات، يعني من يشوفون الدفتر مرتب والأم معتنية بالدفتر مال ابنها، همينة حيزيدوا له الدرجة، يحسوا إنه مهتم بالدراسة ويحب الدراسة. فأخذت له هنا همينة جلادات، هو الشغلات اللي يحبها هو اختارها. أقلام مال تلوين أخذت له همينة نوعين. أقلام رصاص أخذت له 2، يعني درزنين. وأقلام جاف، أقلام صبورة همينة كان حاب إنه ينطي للمدرسة كل ما يخلص، يعني فأخذت له 2 همينة، قال أحب إنه أنطي للمدرسة مالتي دائما، ويعني هاي الأمور اللي يحبوها الأطفال. وأخذت له هاي الجنطة كلش عملية وحلوة وهميناتها، لأنه هو صف ثاني فيتعب، يعني الكتب يعني تكون ثقيلة عليه. فأخذت له هاي الجنطة، وأخذت له هاي الرحلة موجودة بكل مكان، وسعرها همينة كلش مناسب، ب5 يمكن أخذت الهي. كلش هاي مفيدة، تفيد إنه بدل ما يقعدون يدنقون خطية وهاي، فهاي يخليها ويقعد وين ما يحب يكمل كل الواجبات ملاته وكل الدروس ملاته بكل سهولة، فكلش راح تسهل عليكم. وهمينة هو بصراحة همينة بالبداية من أخذت الهيا سواها ميز طعام، يعني قاعد ياكل عليها، وكل ما يكمل أنظفها له وأمسح الهيا. هنا أنا هاي داراويكم الدفاتر مالته كلهن حضرتهن وجهزتهن، والكتب همينة كلها جلدتها ورتبتها إله، وكتبت الاسم مالته، نظمتهم إله كلهم وحضرتهم حتى إن شاء الله يداوم ثاني يوم، لأنه هم سلموهم الكتب بلغوهم إنه لازم يعني يجدوهم ثاني يوم رأسا. فأني كنت مجهزت له يعني، فبس قعدت جلدتهم ورتبتهم إله، وسويتهم بهالشكل هذا. كلش حبهم وعجبوه. ونظمت له همينة
الجنطة مالته. هنا حبايبي حبيت أقعد أتفنن شوية بالدفتر مالته، قلت حتى شوية يعني ترتيبات وأمور، شوية المدرسة تأخذ انطباع إنه هذا الطالب مرتب، هذا الطالب شاطر يحب دراسته، هاي الأمور يعني تعرفون بهاي الشغلات. فحبيت إنه أقعد أرسم له كم رسمة بسيطة نرتب بيها الدفتر مالته. هنا أنا أول شي سويت له هاي الغيوم وقوس قزح وكلش يحب هيجي شغلات، رتبتهم وكملتهم هاي بس بأول ورقة، وكتبت الاسم والصف والمادة حتى يكونون مرتبين ومنظمين. وهنا عندنا هاي الرسمة الثانية سويت له هنا سمكة وهاي فقاعات مال ماي، همينة كلش حابها، وخليته هو يختار الألوان مال الرسمات. فشوية صارت يعني همينة هاي الأمور تقرب الأم للطفل، يعني قعدوا رسموا لونوا انتو أطفالكم حتى يعني تصير أجواء حلوة بيناتكم وذكريات تنطبع بذاكرتهم. فمثل ما قلت لكم أنا سويت له تشكيلة من الرسومات يعني كلش بسيطة، يعني تقدرون أصلا حتى تقدرون تطبعوها للرسمة، يعني طلعوها بالتليفون أي رسمة أنتو حابين وتخلون الورقة على شاشة مال التليفون وتحددون الرسمة وتطبعوها ويبقى فقط التلوين مالتها. لهنا أنا حبايبي أعوفكم ويا باقي الرسمات، فاللي وصل لهنا يخلي لي لايك وتعليق حلو من إيديكم الحلوة، وهمينا مشاركة حتى القناة تكبر والكل يستفادون من الأفكار اللي جاي أنطيكم إياها، وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي أنزله بالقناة. وإن شاء الله بداية عام موفق ونجاح دائم لكل الأطفال يا رب. وإن شاء الله عجبكم الفيديو والفكرة اللي قدمتها لكم، إن شاء الله استفاديتوا من عدها. أحبكم كلش هواية، مع السلامة.